ما نعرفش كان صارت قبل انك دخلت في حالة تركيز لدرجة انك نسيت الوقت، نسيت اللي دايرين بيك، وبقيت تخدم عبارة مكينة. اما عندك ابداع فني، افكارك ما تخفش، كل حاجة بهذيك تختفي. اللحظة هذه ما هي صدفة، وما تنجمش تكون انسبيراسيون. هذه حالة عقلية اسمها الفلو ستيت، نجم تسميها حالة التدفق ولا الانسيابية. الفلو ستيت هي أعلى حالة تركيز ممكن يوصلها البشر، لحظة يتخلط فيها الإبداع مع الإنرجي مع القوة الذهنية زيادة. الأداة فيها يدوبر، الوقت يختفي. الرياضيين الكبار يعرفوها ويستخدموها، زاد رجال الأعمال الكبار ويعتمدوا عليها الفنانين وعاشوا معاها. لكن مع الأسف 99% من الناس عمرهم ما تعلموا كيفاش يدخلوا في الحالة هذه كامل إرادتهم. واليوم إن شاء الله جاي باش نفسر لك ونقول لك كيفاش تدخل في حالة الفلو ستيت، مش كيما ظروف تحب، لكن وقت اللي أنت تقرر. الخطوة الأولى هي الطقس. أبدأ بحاجة بسيطة اسمها طقس الدخول. طقس الدخول هذه حاجة تقول فيها لمخك حذر روحك، احنا داخلين في حالة أخرى تو. طقس الدخول هذا يبدأ بأنك تتنفس بعمق، انك تنظف بيتك ولا بيرويك، انك تعمل شوية سبور ولا تمارين جسدية بسيطة. والطقس هذا هو الفلسفة السرية، الفلسفة السرية اللي تحول مخك من المود العادي لمود السوبر. الخطوة الثانية هي البداية السهلة، مش لازم تاخذ الموضوع بجدية وقوة وتحمل روحك فوق طاقتها. 10 دقائق تركيزك هاو، قول لروحك انا باش نخدم تركيز لمدة 10 دقائق. اما عليه خاطر اغلب الناس يخفوا قبل ما يبداو اصلا، لكن مجرد ما تعدي اول 10 دقائق المخ يغوص وحده في الحالة هي. السر مش في الإرادة، أما يبقى السر في البداية. الخطوة الثالثة هي أنك تبعد عليك المشتت، خاطر أخطر عدو للفلو ستيت هي المشتت. كل نوتيفيكاسيون، كل صوت، كل تفكير يجبدك برا ويحاول يبعد. في الحالة هذه لازمك تطفي كل شيء وتخلي مخك يركز في اتجاه واحد هكا. حاول تبعد عن أي تشتيت، خاطر المشتت تهزلك مخك في شرذان. الخطوة الرابعة هي الهدف الواضح. قبل ما تبدأ لازم تحدد هدف واضح، تقولش لروحك باش نخدم شوية ولا باش نرجع شوية. أما لازم تحدد جزء معين، مثلا باش نكمل الجزء هذا ولا الشابتر هذا من الكتاب الفلاني. كل ما الهدف يبدأ واضح كل ما تركز. ونتيجة هذا كله هو أنك تدخل وسط الفلو ستيت، الوقت يختفي والأداء يزيد، المخ يخدم في صمت، تحس أنك معناها قاعد تخدم من غير مجهود. أما في الحقيقة أنت تخدم على كفاءة بشرية ممكن. أما رد بالك خاطر فما أعداء مخفيين ممكن يقتلوا الفلو في أي لحظة. أولهم هو الأوفر ثينك أو التفكير المفرط، خاطر الفلو ستيت مش لحظة تفكير، الفلو لحظة فعل. كل ما كنت متردد كل ما بديت أكثر اخدم ومن بعد فكر. ثاني مشكلة ولا ثاني حاجة تقتل الحالة هذه هي كمالية. كان باش تبقى تستنى في اللحظة المثالية باش تبدأ، مش لازم تبدأ أصلا، ابدأ توا حتى لو كان ماكش حاضر، وديما حط في بالك انه جاهزية تجي مع الفاعل. ثالث حاجة تقتل الحالة هذه ولا تخرجك من الفلو ستيت هي قلة النوم. المخ تاعك ما يعرفش يركز، انظم نومك وتشوف انه تركيزك يرجع بشكل تلقائي. واخر حاجة هي التغذية اليومية، مخك مستحق الليسونس. كانك جيعان ولا عطشان باش نجم تكمل في نفس الوقت، خد بالك انك تاكل بزيت ولا تشرب بزيت. اعتمد على حاجة بسيطة وتكون صحية في نفس الوقت، كما المكسرات، غلة، قهوة، وما تنساش الماء. بصفة عامة يعني ما تاكلش زيادة وما تشربش زيادة. في النهاية نحب نقول لك انه الفلو موهبة وما هي صدفة، هي مهارة، والمهارة هذه تحول أقوى سلاح في حياتك. كان تعلمت انك تتقنها باش تنتقل لمستوى جديد من الخدمة والإبداع والإنجاز. يعني لازم تتعلم انك تسيطر على مخك ويكون عندك مفتاح التدفق والتركيز العميق. شوفك الفيديو الجاي، سلام.